من فرسان الجنوب المغاوير القابعين في سجون الاحتلال إلى هذا الشامخ، إلى ذلك الشامخ، إلى كلمة المعتقلين، إلى فارس الجنوب فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه أحبابي أقدم أعزائي هذا من سجن الاحتلال إلى أسر الشهداء، وأشكر كل من حضر هذا اليوم، وجدد وفرح لكل الشهداء وبمثل هذا اليوم الذي سقط فيه الشهيدين عميد وحماده، فإن التاريخ قد سجل لهم كل مواقفهم البطولية من أجل مقاومة الاحتلال، وكذلك كل الشهداء بداية من الشهيد عزبي وتوفيق وسيف ومحسن صالح وصباح، كل الشهداء الذين سقطوا، فإننا نسأل الله أن يتقبلهم بأوسع أبواب الناس. ولهذا فإننا كما عاهدناكم وعاهدنا كل شهداء الجنوب، فإننا لن نسلك دماءكم كذاب عبرا، فإننا سنواصل جهادنا بمقاومة وطرد الاحتلال حتى تحرير أرض الجنوب الحديدة. وكذلك جرحانا نسأل الله أن يشفي جرحهم ويصب أجرانا. وأريد أن أكلمكم يا أخواني على أن أقول بأن تجلسوا وتراجعوا من يناضل داخل مدينتنا ويخوف الأطفال والنساء وكل أسر المدينة عانت الكثير. كفاية يا أخواني، كفاية لا يجب أن نجازي مدينتنا بتفجير منازلها ونعقد الناس لولا العقدة التي مرينا فيها بسبب الأخطاء. يكفينا أخطاء، وليكن نضالنا بمقاومة جنود الاحتلال، وليكن نضالنا عقيدة جهادية لطرد الاحتلال، لأن المقاومة هي الحل. أرجو أن تجلسوا مع الناس الذين لا يفكرون بعواقب هذه الأعمال في المدينة، وأجدد عزائي وشكري لكل من حضر هذا المخيم، مخيم الشهداء وكل من شارك في تدخين هذا المخيم. تحياتي لكم وتحياتنا من سجون الاحتلال لكل أبناء الجنوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت والعهد للجبناء، عهدا والموت والعهد